حطيت هدف قدامي ان انا هنجح خلاص. انا فتحت مشروع حطيت فيه كل فلوسك. اه. وده ايه اللي انت بتحطه؟ ده صوص الشوكولاته. ده الشوكليت. ده يعني الطبق الوحيد اللي يعتبر متداول عندنا قوي. زلابيا هي مشروع بدأت طبعا من حوالي 9 سنين ويمكن اكتر كمان. بدأته كان طبعا اول حاجه في نمره 6، وبعدين اتنقلنا هنا للسبعه، وبعدين فتحت كذا فرع. فتحت 2 في السلطان وواحد في كافيه النورس، بس كافيه النورس ده كان حصل فيه حريقه طبعا والحمد لله. بعدين فتحت هنا في السبعه والحمد لله ربنا كرمني وكده، وبعدين وسعت المشروع اكبر واكبر والحمد لله. وبعدين نقلنا طبعا هنا مع مطعم تبوله، طبعا بقينا مع بعض هنا طبعا. عملنا دوت اللي هو كله حلي. انا بقطعها بمعلقه عامه. بس ما حدش بيعرف يطلعها التدويره دي. ليه بقى؟ هي صعبه، فيها تركايه في العجين، لو ما اتظبطتش العجينه مش هتطلع يعني السر كله في العجين. في العجين. بتعتمد اكتر على المقادير. ولا انت بتاخدها خلاص انت حفظت؟ لا المقادير بتاعتها. المقادير بتاعتها لازم تمشي كل مره على لو المقادير. بقى هقلل في الدقيق اقلل في المقادير، لو هزود في الدقيق ازود في المقادير. عندنا بقى الاطعمه، في عندنا نوتيلا، في شوكليت وايت، في فراوله، في مانجا، في كراميل، في صوص شوكليت، في سينابول، في لوتس، في قهوه، في كذا طعم. طورت. انا كنت بادئ باربع اطعمه. كنت بادئ بعسل يعني وسكر الاساسي ووايت ودارك. عسل وسكر، وبعد كده بدات تدخل فيه. بدات بقى ازود اطعمه، ازود عندي فليفر كتير، فراوله، في عندي مانجا، في كراميل، في صوص شوكليت، في كذا حاجه. في بقى عندنا حاجه تانية طبعا اللي هي البطاطس الرول. بطاطس الشيبسي دي عليها طبعا بهارات سوري. دي طبعا احنا حاطينها شكل هنا منظر عشان في بعض الناس ما تعرفهاش. دي سوري. دي اصلها سوري. لا مش اصلها سوري، هي البهارات بتاعتها سوري. هي اصلها مصري. زيت بيبقى سخن، بيتقدح كويس طبعا، وزي ما حضرتك شايفه الزيت لازم يكون نضيف. زي كده. فطبعا بنقدح الزيت كويس اللي هو يسخنه لدرجه حراره حلوه. وبعدين ننزل فيه الزلابيه عشان ما تشربش زيت يعني. وبنبدا نقلب فيها لحد ما الحبايه نفسها تقرمش وتاخد كلها اللون اللي هو الذهبي ده. طب مين علمك الزلابيه؟ طلاب صحابنا في كليه هندسه، هم اساسا من فايد، هم اللي علموني. هم علموني العجين. عندهم مشروع مشابه. هم كان عندهم مشروع مشابه في فايد، بس مش نفس طبعا الصوصات والفليفر والحاجات دي. انت الزلابيه عندك بس ب 20 جنيه؟ من 20 لحد 40. طيب. بس بدايتها 20. لكن احنا الطلبه بتجيبه جاهز ولا انت اللي بتعمله؟ لا احنا اللي بنعمل كل حاجه. انت اللي بتعمل الصوصات. قلت لي ايه هي بقى؟ عندنا النوتيلا اللي هي الشوكليت. دي نوتيلا. اوكي. وفي عندنا الوايت شوكليت اهي. تمام. وفي عندنا طبعا كراميل، في فراوله، في مانجا، في صوص شوكليت، في كذا حاجه. في عندنا السينابول واللوتس طبعا، بسكوت وحاجات من دي تحت هنا بودره. فدي طبعا بيبقى ليها كل حاجه طبعا ليها درج فهماني محطوطه فيه. متعرف على الزلابيه الاول عسل سكر الحاجات دي، لكن احنا بعد كده طورت بقى منها. ليه اخترت الزلابيه؟ والله انا صدفه ولا كنت بتحبها؟ لا ما بحبهاش الصراحه. فعلا في الاول ما كنتش بحبها. انا كنت بكره ريحه الزلابيه. الريحه نفسها. كان مثلا اعدي من اي قدام محل حلويات بيعمل الزلابيه، اشم الريحه يجي لي صداع يوم كامل. لكن بعد كده لما عملتها شلت الريحه منها الثقيله. ايه سبب الريحه دي بقى؟ بتبقى سببها الفانيليا. وهم بيزودوا فانيليا قوي. مكسبات الطعم مثلا او حاجه. نعم. مكسبات يعني ملهاش لازمه، هي بتعمل ريحه بس. الوايت شوكليت بقى هنضيف لها حاجات. هنضيف لها مثلا سينابول هنا، سنه لوتس خفيفه على الجنب ده. كنت متوقع يعني في بدايه مشروعك انه ينجح، انك تتعب شويه؟ توقعت ايه في بداياته كده؟ في البدايه كان في عندي عواقب كتير بتقابلني. ولكن بعد كده انا كان بالنسبه لي لازم تنجح. لا ده كراميل. ده مانجا قصدي، ده الكراميل اهو. انا كان لازم انجح المشروع بنسبه 100% مهما يحصل. انا حطيت هدف قدامي ان انا هنجح خلاص. انا فتحت مشروع حطيت فيه كل فلوسك. وده ايه اللي انت بتحطه؟ ده صوص الشوكولاته. ده الشوكليت. اوكي. ده يعني الطبق الوحيد اللي يعتبر متداول عندنا قوي. الطبق ده بيبقى بكام؟ الطبق ده متراوح ما بين 30 و40. انا ما عدتش عامه، انا يعني عامل الطبق كده ما عدتش العدد بتاعه. 30 و40 30 و40 جنيه. والطلبات بتبدا عندك من 20 مثلا. ده المنيو بتاعها من 20 جنيه ومن 12. ده السعر ودي الكميه. يعني ال 20 في 12 واحده، 25 في 14 هكذا. دي بقى الاطعمه. زي الاطعمه. لان طبعا صعب ان انا اعملها يعني تكون الكميات اكتر من كده.